بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر، لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر، لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان اللهم اجعله لنا نورا وإماما ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقهم به بصائرنا وأبصارنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم اشف به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا وأقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحقوق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعاني
بمعانيه عالمين وبه مؤملين، ومن الجفاء له والاستخفاف به والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم. آمين. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها قائدا ودليلا، وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم وما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لحن أو سوء الظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب، وكذلك سائر أعمالنا فتقبلها اللهم بفضلك وتجاوزها عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك، واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأمواتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كما كتبته أوليائك المفلحين، واخصص اللهم بمثل ذلك وأضعافها إلى روح الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وإخوانهم. آمين. الحبيب عبد الله بن علوي بن الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب، والحبيب عدروس بن عبد الله بن صميت، وجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا. أصلحنا اللهم واجعلنا من الصالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا من الصالحين، أصلحنا اللهم واجعلنا من الصالحين، هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله قبول وإحسان، فاجعلهم اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة، واخصص اللهم بأفضلها وأكملها وأتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين، واجعل اللهم مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وإخوانهم، والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، والحبيب عدروس بن عبد الله بن صميد، وأصولهم وفروعهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل اللهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور والفسحة والرحمة الواسعة والسرور، إنك ملك غفور. وهب اللهم لنا ولكم ولوالدينا ولوالدكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام، وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام، وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام، وأحلنا وإياكم وإياهم جميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام، ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام، وتلقانا وتلقاكم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام. صلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام، أفضل التحية والسلام، سلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
الفاتحة. قراءة المولد سمت الدرر حبيب علي محمد هاشم على نيته وعلى جميع سلفنا وصالحين وسلم هذه المصالح وبركة هذه المصالح. حبيب أحمد بن حسن حبيب وأن الله يشغل نياتهم أن الله ببركتهم يرفع من المسلمين من البلاء والوباء والغلاء والحرب يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ علماءنا ويحفظ مشايخنا ويحفظ والدينا ويحفظ إخواننا ويحفظ طلابنا ويحفظ أحلام جليسا من كل أذية من كل شر الطاغن والباغن والحاسد والمكرم أن الله ينبر القلوب ويستر ويغفر الذنوب ويفتح علينا وعليكم وعليكم جميع المسلمين وتهر الصحة من تمسل على هذه النية كما لا نبني أسلفنا وصلب إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله أعوذ بالله عليه. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله تجلى عليه. الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله وله عليه. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور
فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيتة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه بوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وسلم. وبلغت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وسلم. وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر
ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نظرة بجاه طه الأمين. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نظرة بجاه طه الأمين. بالله حادي الركائب يطوي الفلا في الغياهب، سلم على أهل المراتب لعلهم يذكروني. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نظرة بجاه طه الأمين. أهل الهدى خير ساد أهل الناس للخير قاده، حازوا العلا والزهاده فكلهم ينظروني. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نفرة بجاه طه الأمين. يا سيدنا المقدم وابناه والحبر الأعظم، سقفنا الشهم الأكرم نظره بها واصلوني. الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نظرة بجاه طه الأمين.
الخاطب يا سيادنا جل هيا صلحوا لي شؤوني الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نفرح بجاه طه الأمين جودوا علينا بنظرة تصلح لي الأمر مرة وينجل الشوش وامرح حسنت فيكم ظنوني الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نفرح بجاه طه الأمين يا الله متى غيث يا طول والموزن بالودق يهمول يمسي المحاول يحاول وتنجلي ذي الشؤون الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نفرح بجاه طه الأمين في حبكم أنا مغرم صب كئيب متيم دمعي من البعد عن دمع الخد جرح جفوني الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نفرح بجاه طه الأمين أبيت بالليل ساهر أرعى النجوم الزواهر والدمع فوق المحاجر يحكي طشوش المزون الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نفرح بجاه طه الأمين إلى متى ذا التمادي فالبعد أحرق فؤادي جودوا لنا بالوداد سرعا ولا تتركوني الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نفرح بجاه طه الأمين حتى نرد في حماكم ونهتدي بهداكم ونعتلي بعلاكم عن كل شين وهوني الله 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 يا الله يا ربي نسألك نفرح بجاه طه الأمين جميع اللطائف ونتصف بالعوارف والاهتداء والمعارف ندرك جميع الفنون الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي نسألك نفرح
يحسن ختاما عند احتضار المنون. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا رب نسألك نظرة بجاه طه الأمين. والختم صلوا على حماد بحر الفضائل محمد، مطر بالليل غراد على قضيب الغصون. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا رب نسألك نظرة بجاه طه الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه لعالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرد الحامد المحمود مدعينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah kita ada dua anak bayi yang insya Allah sama-sama kita akan resmikan namanya dengan nama yang baik sesuai apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innakum tud'anu fi yaumil qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum wa ahsinu asma'akum. Alhamdulillah, anak yang pertama yaitu As-Sayyid Muhammad Nafis bin Muhammad Hanif Al-Kaf. Yang kedua adalah Muhammad Hasan bin Muhammad Lutfi bin Syekh Al-Habashi. Semoga dua anak tersebut menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsanya. Allah hadini wa kuni salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadhurruhum wa waffihum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طاب لي في حضايا قدس مولاي شربي وانفتح بابي المغلق وسامرت حبي مغلق وسامرت حبي. ايش هذا العطاء الممنون من غير كسبي قد دعوه وقالوا قف هنا لا تغبي قف هنا لا تغبي. وذا نواه الودي يا حبيبي بقربي صاح شاوش مجدي وانجلارن كربي وانجلارن كربي. يا رياح الصفا من نحو الأحباب هبي ذي دواعي الهوى تنشي وتبدي وتنبي تنشي وتبدي وتنبي. لاحظتني العنايات نور عين المربي لولا المربي
لربي ما اهتديت لربي لاحظتني عنايات نور عين المربي لولا المربي ما اهتديت لربي ما اهتديت لربي لولاه ما ناديت يا رب ربي شو دواعي تدعو والملبي يلبي والملبي يلبي والعنايات لأهلي ها تراعي تربي ذات لاحظه في شرقه وهذا بغربي شرقه وهذا بغربي قربت ذا وأقصت ذا بعدل المربي بعدل المربي كم وكم عابد في العصيان غارك مكبي غارك مكبي عنده الجو يا مسعود مظلم مقبي مظلم مقبي هبنود الصفا نجدي وشرقي وغربي وشرقي وغربي باخت من كان في صفي وساير لصاحبي وساير لصاحبي أو مشى في طريقي أو سعى سعى راكبي سعى سعى راكبي أو سلك مسلكي أو سار في وسط دربي في وسط دربي شوف حبيبي يجرني إلى خير سربي إلى خير سربي جود وأهل الوفا ينون عيني بطبي نون عيني بطبي واسعفوا باللقاء وجلوا كثوفات قلبي كثوفات قلبي قربوني وراقوني مع خير حزبي مع خير حزبي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو العبد الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذا على نجم سها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائه مولده النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله قرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درارج الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك
سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إيشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المهبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى مالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ذرائع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت العليم وأجب برحمتك يا أرحم الراحمين ورحم المسلمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempermudah bagi kita semua di malam ini untuk sama-sama berkumpul karena Rasulullah dan untuk mengenang serta menunjukkan rasa bakti dan cinta kita kepada para guru kita, yaitu sahibul haul, guru kita lah Asy-Syatiri, begitu juga Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Aidrus bin Syahab, begitu juga sahibul haul yang ketiga Al-Habib Aidrus bin Abdullah bin Sumaid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita para pecinta bagi mereka sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Dimulai dengan maghrib berjamaah, dilanjutkan kemudian dengan khataman Al-Quran, ditutup dengan membaca doa khatam, salat Isya bersama, dan dilanjutkan lagi dengan membaca maulid simtud. Apa yang sudah kita lakukan di malam ini, pahalanya Allah beri kepada kita, juga Allah hadiahkan kepada para sahibul haul. Amin Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita melanjutkan acara berikutnya, yaitu adalah pembacaan manaqib Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, yang dalam hal ini akan kita persilahkan kepada saudara kami Al-Habib Al-Ustadz Nabil bin Abuya Al-Ustadz Hamid bin Umar Al-Habsyi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatidh wal shiban wal muhibbin wal muridin wal ashiqin wal hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Berdirinya Al-Faqir di hadapan antum-antum sekalian untuk membacakan managib singkat, riwayat hidup singkat dari dua pelita Sadah Al-Ba'alawi, dari dua cahaya di antara cahaya Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahibul haul Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahab. Adapun managib Al-Habib Aidrus bin Abdullah bin Sumaid insyaallah akan dibacakan di tahun-tahun yang akan datang. Rahimahumullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim wa bi tarbiyatihim wa bi nadharatihim fid darain amin ya rabbal alamin. Biografi Sultanul Ilmi wal Ulama Al-Allamah Syekhuna wa Syekh Masyayikhina Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sedikit dari lautan managib Sultanul Ilmi dan Ulama Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Nasab beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syatiri bin Al-Faqih Ali bin Al-Qadhi Ahmad bin Muhammad Asadillah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib bin Al-Brat bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Muhajir Allah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir
bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut pada tahun 1357 Hijriah. Awal mulanya ayahandanya memberinya nama dengan nama Umar. Akan tetapi beliau sering mengalami sakit. Lantas ayah beliau berziarah ke perkuburan Zambal seraya bertawassul untuk kesembuhannya. Tepat ketika berada di kuburan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib Ratib, beliau pun terkantuk dan bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau memerintahkan kepada ayahandanya Habib Salim untuk mengganti nama putranya dengan nama Salim dengan harapan mendapatkan keselamatan untuk putra tercintanya tersebut. Di saat beliau masih kecil, ayahandanya yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri telah memberikan kabar gembira bahwa beliau adalah seorang ulama yang zuhud dan dermawan, tidak pernah menolak permintaan orang, sosok yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika bulan Ramadan tiba, di saat beliau sudah di kursi roda pun, setiap malamnya beliau selalu mengikuti 3 sampai 4 salat tarawih di masjid-masjid yang berbeda di kota Tarim, Hadramaut. Sampai-sampai saudara beliau Al-Imam Al-Habib Al-Murabbi Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengatakan, Salim adikku lebih banyak ibadahnya dibandingkan aku. Beliau tumbuh besar di kota Tarim, lingkungan yang penuh dengan ulama dan para wali Allah. Dari masa kecil hingga remaja, beliau menimba ilmu di Tarim, khususnya di Rubat, yang mayoritas pengajarnya merupakan murid-murid dari ayahanda beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di antara para guru beliau adalah Al-Arif Billah Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab, Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidarus, Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga di antara guru-guru beliau adalah saudara-saudara beliau sendiri, yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Al-Allamah Hasan, yang mana mereka semua ialah putra-putra dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Jindan, Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, Al-Syekh Salim Sa'id Bukair, Al-Syekh Mahfuz bin Uthman, Al-Syekh Fadl Bafadl, masih banyak lagi daripada ulama-ulama di masa beliau. Kemudian pada tahun 1376 Hijriah, beliau melanjutkan pendidikannya ke kota suci Makkah. Sebelum memulai perjalanan ke kota Makkah, beliau berziarah menghadap Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqqaf di kota Sewun, yang lantas memberikannya kabar gembira bahwasanya kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang akan mengurus segala urusan beliau di Haramain. Di kota Makkah beliau berguru kepada ulama Hijaz. Di waktu itu di antaranya adalah Al-Habib Hasan bin Muhammad Fadak, Al-Syekh Salim Al-Mashar, Al-Syekh Yasin Al-Fadani, Al-Syekh Zaini, yang mana beliau ahli falak terkemuka yang berdarah bawayan Indonesia. Dan juga guru besar beliau adalah Al-Muhaddits Al-Allamah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kepada beliau Al-Habib Salim mengambil berbagai macam disiplin ilmu, mulai dari tafsir, hadis, nahwu, sharaf, balaghah, usul fiqh, mantiq, dan masih banyak lagi yang kesemuanya beliau rangkum dalam buku-buku catatan pribadinya. Sehingga ketika Sayyid Alawi Al-Maliki melihat buku tersebut, beliau berkata, sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih daripada engkau wahai Salim. Sayyid Alawi Al-Maliki sangat mencintai dan memperhatikan Habib Salim, sehingga beliau memberikannya waktu khusus untuk belajar di rumahnya. Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-muridnya ketika itu, kelak engkau wahai Salim akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu. Setelah selesai menimba ilmu di negeri Hijaz, beliau pun kembali ke negeri Yaman pada tahun 1381 Hijriah untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Sepulang beliau dari Makkah Al-Mukarramah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun, mulai tahun 1308 sampai tahun 1397 Hijriah. Selama di kota Aden, beliau mengisi waktunya dengan ceramah, mengajar di banyak masjid serta madrasah-madrasah agama dan juga sekolah negeri pada saat itu.
Selain itu, beliau juga tetap bersemangat untuk menimba ilmu sehingga berguru kepada ulama-ulama Aden pada masa itu. Di antaranya As-Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Habashi, Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Salim Bayhani, Al-Syekh Ali bin Muhammad Bahumesh, Al-Syekh Kamil Abdullah Salah, dan banyak lainnya. Begitulah sifat Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri yang selalu haus akan ilmu sehingga jumlah guru-guru beliau mencapai 100 guru, dan buku-buku catatan beliau selama belajar jika dicetak akan mencapai lebih dari 20 jilid banyak-banyaknya. Ketika beliau mulai berdakwah di Aden, beliau bermimpi Rasulullah SAW berada di Raudhatus Syarifah, tepatnya di tiang yang diberi nama Ustuwanatul Wufud. Di situ Al-Habib Salim mengucapkan salam kepada Rasulullah dan mencium tangannya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun memberikannya sebilah pedang seraya berkata, "Berdirilah engkau di atas kuburku dan jagalah aku dari orang-orang kafir." Yang mana mimpi ini beliau takwilkan adalah merupakan izin khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu pula Al-Habib Salim banyak mendapat bisyarah dari para salafus salihin. Di antaranya beliau bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Aidarus bin Abu Bakar As-Sakran memberikan berkah ludahnya di mulut Al-Habib Salim. Begitu juga beliau bermimpi Al-Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Aidarus. Beliau berkata kepadanya, "Teruskanlah berdakwah, nanti pasti akan tampak hasilnya." Dan alhamdulillah, memang semua mimpi-mimpi beliau terbukti kebenarannya dengan berhasilnya dakwah beliau di masa depannya. Seiring dengan bertambahnya kegiatan keagamaan dan banyaknya umat yang hadir pengajian beliau, maka timbullah niatan busuk dari partai komunis yang berkuasa saat itu untuk menghentikan segala aktivitas Al-Habib Salim di Aden. Seiring dengan tidak adanya cara konstitusional untuk menghentikan beliau, akhirnya mereka menggunakan berbagai aksi teror, ancaman untuk membungkam Al-Habib Salim. Di antara hal aksi teror yang pernah dialami oleh beliau ketika itu adalah pencobaan pembunuhan di saat beliau selesai mengajar di Masjid Aban. Ketika beliau sedang menunggu mobil yang mengantarnya, namun tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang menabraknya dari arah belakang, sehingga Al-Habib Salim terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Al-Habib Salim mengalami banyak patah tulang sehingga harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan lamanya. Tak cukup sampai di situ. Pada tahun 1400 Hijriah, Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dipenjara dan mendapatkan penyiksaan selama lebih dari 9 bulan. Hal itu semua dialami Al-Habib Salim dikarenakan beliau tidak takut dan tak gentar dalam menyuarakan kebenaran melawan paham komunis yang merusak agama dan moral masyarakat. Kemudian akhirnya pada tanggal 21 Ramadan 1401 Hijriah, Al-Habib Salim dibebaskan dari penjara dengan bantuan Ketua Panitia Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan, Muhammad Abdurrabbuh Al-Junaidi, atas desakan Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dari kota Baydha. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa mereka karena mereka telah membantu Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Lalu pada tahun 1404 Hijriah, beliau meninggalkan kota Aden menuju kota suci Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tepat pada saat itu pula Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri beserta saudara-saudaranya mendirikan tempat tinggal dan belajar bagi para penuntut ilmu di kota Madinah yang diberi nama Rubat Al-Jufri. Kemudian dipilihlah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dan Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait untuk mengajar di sana, yang kemudian tugas tersebut dijalankan sebaik-baiknya oleh beliau berdua, sehingga banyak murid dari dalam dan luar Madinah yang mengambil manfaat dari keduanya. Kemudian setelah runtuhnya pemerintahan komunis dan bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1411 Hijriah yang bertepatan dengan 1990 Miladiyah, beliau kembali ke Yaman yang merupakan negeri leluhurnya untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Lalu beliau bersama saudaranya Al-Habib Hasan Asy-Syatiri membuka kembali Ribat Tarim setelah 11 tahun lamanya ditutup oleh pemerintah yang zalim, yang berfaham komunis yang dahulu berkuasa.
Kemudian Al-Habib Salim bin Abdullah kemudian beliau Al-Habib Salim dan Al-Habib Hasan menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala. Sehingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri, khususnya Indonesia, untuk menimba ilmu agama. Dan Alhamdulillah hingga kini Rubat Tarim masih aktif dalam menjalankan kegiatannya, melanjutkan perjuangan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Setelah beliau membuka kembali Rubat Tarim, beliau menetap di kota Tarim dan menjalankan tugasnya mengajar di waktu ba'da subuh, waktu duha, waktu asar dan ba'da maghrib. Selain itu juga beliau diangkat menjadi tenaga pengajar di Universitas Al-Ahqaf beberapa saat. Namun kemudian beliau mengundurkan diri dari Universitas Al-Ahqaf dan fokus mengajar di Rubat Tarim. Semasa hidupnya dalam berdakwah dan mengajar di berbagai tempat, beliau mempunyai murid yang sangat banyak yang kemudian menjadi ulama-ulama terkenal di negeri-negerinya. Di antara yang pernah menimba ilmu daripada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri adalah Al-Muhaddits Al-Allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Ad-Da'i ila Allah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar beserta para saudaranya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdar serta putra beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Balfaqih, dan masih banyak lagi daripada murid-murid beliau yang lainnya. Begitulah riwayat hidup beliau. Begitulah riwayat hidup Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri yang selalu berjuang mengorbankan jiwa raga hartanya demi dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Hingga pada malam Sabtu awal Jumadil Akhir tahun 1439 Hijriah bertepatan 17 Februari 2018 Miladiah, Allah Subhanahu wa taala mengambil ruhnya yang mulia di kota Jeddah. Kemudian jenazah beliau disolatkan di Masjid Balkhair di Jeddah dan dibawa ke Masjidil Haram Makkah untuk disolatkan dan dimakamkan di perkuburan di perkuburan Ma'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri dan pastinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Selanjutnya Al-Faqir akan membacakan biografi singkat dari Ainut Tarim, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahab. Perlu diketahui, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab memiliki datuk, Al-Habib Abdullah bin Aidarus bin Syahab. Datuk beliau ini hijrah ke kota Palembang, tinggal di kota Palembang dan wafat di kota Palembang. Makamnya tepatnya di Gubah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah ringkasan manaqib perjalanan hidup seorang wali Allah dan pendakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahabuddin Al-Ba'alawi. Nasab beliau Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Aidarus bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Aidarus bin Ali bin Muhammad bin Syekh Syahabuddin Ahmad Al-Asghar bin Abdurrahman bin Syekh Syahabuddin Akbar Ahmad bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Syekh Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Imam Hussein bin Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Syahab dilahirkan di kota Tarim pada tanggal 13 Ramadan tahun 1352 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1933 Miladiah. Beliau mendapatkan didikan khusus dari kedua orang tuanya, yaitu ayahandanya Al-Habib Muhammad dan ibundanya Syarifah Sidah binti Al-Habib Abu Bakar Balfaqih, serta mendapatkan perhatian dari kakek beliau Al-Habib Al-Qutbul Muhab Alawi bin Abdullah bin Syahab. Beliau tumbuh besar di kota Tarim, lingkungan yang penuh dengan ilmu dan para wali Allah, sehingga di masa mudanya beliau berguru kepada ulama-ulama besar Hadramaut, khususnya di Rubat Tarim. Beliau membaca surat Al-Fatihah untuk mendapatkan keberkahan di hadapan Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di antara guru-guru Al-Habib Abdullah bin Syahab ialah
Al-Habib Muhammad Mahdi bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Umar bin Alawi Al-Kaf, Al-Habib Salim bin Hafidh, Al-Habib Muhammad bin Salim bin